أنس عبد الله عبد المجيد أبو حمدة، مدير مدرسة الدكتور إبراهيم مقبور الثانوية. مع بداية أول يوم دراسي بالمدرسة تم استقبال الطلاب استقبالا حسنا، وتم دق جرس الطابور، ووقف جميع الطلاب بأرض فناء المدرسة، وتم تعمل الإذاعة المدرسية قرآن وأحاديث وخطبة ترحيب بالطلاب، وتم تحية الوطن كالعادة، وردد الطلاب تحية السلام الجمهوري. وبعد ذلك تم انصراف الطلاب إلى الفصول، إلا أننا فوجئنا ببعض الطلاب لا يقل لا يزيد عن 3 طلاب خلعوا قمصانهم وكانوا مغطاه التيشيرت به علامة رابعة، وبدأوا يهتفون ضد الجيش. تم احتواء الموقف والسيطرة على الأولاد، وحضروا إلى مكتب الوكيل. وبعد ذلك خرج بعض الطلاب المنوئين ليهم وبدأوا يرددوا بعض الهتافات ضد الجيش. مما جعل عامة المدرسة يردون هتافات تأييدا للجيش. حضور الشرطة يعني ايه اللي حصل اول ما الشرطة حضرت؟ ومين اللي طلب الشرطة؟ طلب الشرطة، طلبنا الإدارة التعليمية، والإدارة التعليمية أبلغت الشرطة، وكان هنا بعض أولياء الأمور حينما رأوا الموقف برضو اتصلوا بالشرطة، فأتت الشرطة، وكان الموقف قد انتهى إلى ما يرام عليه، وبدأ انصراف الطلاب ويعني توزيعهم أو خروجهم من المدرسة إلى المنازل.